مرحبا. تمام هذا اوكي تمام الحمد لله. اوكي تمام الحمد لله. يا صور حلو النبي يا كابتن. تفضل يا ضيف تفضل. والله احنا كنا عايزين نمشي على طول واصر ان احنا لازم نيجي في جمرك. احنا على اول الصحراوي هنا. ما شاء الله امبارح اصل يعني امبارح كان يوم جميل وحافل. الحمد لله الحمد لله. نعمه من عند ربنا كده. هو عموما احسن من اليوم الاولاني. لا والله لا باعترافي انا حضرت لا هو ممكن يكون احسن لان انتوا عرفتوا احنا بنعمل ايه. صح. تفصيليا. ايوه. انما اليوم الاولاني اللي جاب اليوم الثاني. ايوه صح صح. ونعمل اليوم الثالث ان شاء الله. ان شاء الله. يعني تقعدوا معانا لكن طبعا مقدرين ظروف الاشغال والعمل والكفاح وكله، لكن ما بينا حيله مش قادرين نقول يعني غدوا اليوم معانا للاخر. لا نعمه من عند ربنا. لا استجمام بقى سيبك من الجنود الخمسه. الجنود الخمسه احنا حفظناهم صم. عايزين استرخاء بقى واستجمام كده نقعد. ما هو بنعمل كده لما نعمل كده بقى لما نرجع لاولادنا، لان انت تعرفوش احنا المستشار خلاص هيتخلع قريب وانا نفس الحكايه. فهنروح لاولادنا بقى نقعد كده فعلا استجمام. احلى حاجه انك تقعد في وسط اولادك كده طبعا. دي وبعدين احنا بعيد عنهم بقالنا دلوقتي يمكن اسبوع وشويه. انت عارفين حتى امبارح ما كلمتهمش. بعتوا رساله للاستاذ مسعد. فين هو؟ الزير والله توقعت كده. الله ما من الزير بس مش هات الكوز ده. ايوه الكوز ده بديت الا كده. الله بديت الا كده. يا حي يا مرحبا. الله يديكم الصحه والعافيه ونشكركم على الضيافه الجميله اللي انتوا العفو ده مكانكم يا جماعه. مش ولذلك انا امبارح بالليل بكلمتي لما قلت للاستاذ مسعد وساعات المصريين مش محتاجين شكر. كنا انا اشكر الاستاذ مسعد واشكر المستشار حسن. اشكر ان مولاد البلد، ابن البلد لما يعمل حاجه ما يشخرش. ده واجب عليه. صح. نابع من جواه من قلبه من وطنيته من نوبيته كده يعني. الناس اتخضت لما قلت انا بختلف مع الناس. لا كنت عارف هتقول كده. انا كنت عارف. ايه؟ قعدوا مبررين. ايوه من اول حاجه. متوقع انا قبل ما وانا كنت انت حسن هاي. لا انا كنت متوقعها. يا عم عصام طيب. شرفت يا باشا. الله يديك الصحة والعافية ويخليكم لينا. تعالى يا رباح تعالى جنبي بقى. احنا عايزين هنسلم عليكم نمشي بقى على طول. اسمعوا لي بس. هو انتوا عارفين من هنا للقاهرة انتوا لسه هتوديني الصحراء ومش عارف مين الصحراء عشان نقدر نتفق على بعض ما نعطلش فكده رضا قوي يعني. سامحونا ان احنا هنمشي على طول دلوقتي. ما هتمشي خلاص هتمشي. بجد زي كده. لا احنا هو حاضر ومعلش هنا داخل في سفر يعني كوبايه شاي لحد ما توصل كده هناك بتاع. بس بسرعه لو معاكم ترمس
البنوك مش هيعمل كده. لا 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 انا بعمل كده لما اسافر. لا ما فعلا اخد ترمسي معايا لغايه ما اطلع خلاص. خلاص يا ريس. اهلا حبوب. نسيت السي بتاع تعال. الاستاذ اسمه ايه؟ حبوب. حبوب؟ حبوب محبوب يعني. اسمه الحقيقي. اسمك الحقيقي. انت عارف زي في السودان الكلمه دي اسمها حبوب. لا يعني انا ما انساش، انا عندي فرع في السودان، فرع والدتي الكشاف والباباوات موجودين في حلفة. فعشان كده كانت خالتي دايما كانت افتكر الكلمه دي، كانت تنادي ابنها يا حبوب يا حبوبتي يا حبوب كده. انما ما تبقاش علينا عشان كده وكده وكده. المشكله ان الاراضي بتاعتنا احنا بدينا نشتري بقرار جمهوري. لكن حاليا قرار الدكتور احمد نظيف ده قرار وزاري، والقرار الوزاري لا يلغي القرار الجمهوري. ايوه. يبقى احنا عايزين نتعامل بنفس النمط اللي كنا ماشيين عليه من سنه 89 اللي هو 210 270 300 جنيه لسعر الفدان. لسعر الفدان. انما النهارده لو عملونا هيحصل الفدان حوالي 5-6000 جنيه. اصعب. طب ازاي يعني الحته اللي انا بركز عليها ازاي القرار الوزاري هل يلغي القرار الجمهوري؟ لو يلغيه انما عرفا لا او قانونا لا. صح. القرار الجمهوري يلغى بقرار جمهوري مش بقرار وزاري. فاحنا عايزين اللي ينطبق علينا القرار الجمهوري الاساسي، حيث ان احنا مش واضعين يدينا من 4-5 سنين. ده احنا اصحاب. احنا اصحاب حق من سنه 54. تمام؟ ودافعين معدل ثمن 30% من التعويضات بتاعتنا من 54. يبقى العمليه دلوقتي ما هي الا تكمله اجراءات، مش بدايه النهارده بقول لك انا واضع يدي على حته تعالى ابيع عادي. لا، ده اللي احنا عايزينه، يعني اللي يطبق علينا القرار الجمهوري. يطبق على ده. عارف رقم القرار؟ نعم. مش عارف رقم القرار؟ موجود في المذكرات امبارح او امبارح بالليل احنا كنا قاعدين احنا وعبد الهادي وبتاع، موجود القرارات والمذكرات الخاصه. ادانا صوره منها. يا ريت. ادانا صوره. ومذكره الشؤون القانونيه بتاعت املاك القاهره اللي كانت في القاهره معانا صوره منها، مش عارف الاخ عبد الهادي اداها لكم تقريبا. فملخص الموضوع ان احنا مش عايزين نندمج مع القرار الوزاري بتاع الدكتور احمد نظيف. احنا عايزين يطبق علينا القرار الجمهوري. على اسوأ الفروض لو اصروا انه يطبقوا علينا القرار الوزاري، القرار الوزاري فيه الماده 5 بتنص على ان في حاله مثلا ان اللي هيشتري ده يكون له ظروف مراعاه البعد الاجتماعي للي هيشتري. ده على اساس بيتعمل ازاي بقى؟ اللجنه بتقدم طلب للمحافظ، المحافظ بيرفعه لوزير الماليه واللي له الحق انه يخفض السعر. فدي الحته اللي هنحتاجها مستقبلا واحنا ماشيين بعد ما نشوف نواياهم هنا. هل هيصدونا يقولوا لا اللي عايز يشتري زي ما مجلس الوزراء بيقول، هنقول لهم لا طبقوا علينا قرار 5 الماده 5. لو قالوا طبقوا علينا قرار الماده 5 هنضطر نرفع مذكره للمحافظ عشان يرفعها لوزير الماليه عشان يوافق بتخفيض السعر من 5-6000 ل 300 400 500 حسب التقدير. حسب التقدير المعقول. سنة 1993 كانت 300 جنيه سعر 300 جنيه. يعني اذا هيقدروه من اخر تقدير تم، لان بيجي كل 3 سنين يتعمل تقدير. ايوه تمام. طب ايه الورق اللي بيثبت البعد الاجتماعي ان الشخص مثلا ده يدفع اقل، ان في فرق تباعد اجتماعي؟ انا مستلم، انا قريبك مستلم من في قرارات كتير. تمام. موجوده القرارات. اهمها ان احنا مش واضعين يدنا على الارض، لا ده احنا مهجرين. والارض دي اخذناها زي ما كان بتقول الحكومه، البيت بالبيت والارض بالارض. تعويض